كنتي تقلبي على شي وصفه اللي تكون فيها الخضره وغتعجب حتى وليداتك باش ياكلوها، جبت لك هاد لازانيا بالخضره اللي كتجي لذيذه بزاف ما تشبعوش منها. متاكده الا جربتيها غيحماقوا عليها وغتبقاي دائما ديريها، كتجي لذيذه بزاف وما كتاخذش نهائيا الوقت وسهله في التحضير. غناخذ مقيله ندير فيها شويه ديال الزيت، بصله غادي ندير معها شويه ديال المليحه ونشحرها غير واحد شويه، كنزيد عليها الكفته، غادي نفرتها مزيان، ضروري تفرتوها مزيان. تزيدوا الثوم بودره، شويه ديال الابزار، نزيد زعتره، سكينجبير والتحميره. غادي نزيد جوج خيزويات اللي حكيتهم بهذا الشكل، غادي نخلط كلشي مزيان فوق البوطه غير واحد شويه يتشحروا. نزيد عليهم قرعه اللي حتى هي حكيتها، غادي نشحر كلشي مزيان. نزيد معلقه كبيره ديال الطماطم المركزه، من بعد غادي نزيد لاصوص طوماط الجاهزه، تقدروا ديروا 3 مطيشات تحكوهم وغادي تضيفوهم حتى هي كتجي رائعه بزاف. كنزيد المعدنوس وكنخليها فوق البوطه حتى كتعقد معايا لاصوص وتكون موجوده. هنايا عندي لاصوص بيشاميل راني ديجا مشاركاها معكم شحال من مره وغادي نخليها لكم مكتوبه اسفل الفيديو. غادي نزيد لها فقط الملحه والابزار والكوزه، كتعطي واحد المذاق اللي كيجي بنين بزاف. هنايا جبت المول اللي غادي ندير فيه هاد اللازانيا، غادي ندير شويه ديال لاصوص بيشاميل في الاول وغادي نزيد الاوراق ديال اللازانيا، كنزيد لاصوص من بعد ما كتكون وجدت لي شويه ديال البيشاميل من فوقها، كنزيد شويه ديال الفرماج محكوك، كنزيد كذلك الاوراق ديال اللازانيا ولاصوص والبيشاميل شويه ديال الفرماج. كنستمر على هاد الطريقه حتى كنكمل كامل الطبقات ديالي. اخير كندير لاصوص بيشاميل اللي باقيه لي وكندير شويه ديال الفرماج من الفوق، كندخلها للفران على 170 درجه 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. بعد ما كتحمر لي وكطيب كنقدموها، كتجي رائعه بزاف. جربوها على حسابي وبالصحه والراحه، ما تنساوش لايك لا فيديو.